السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أغلى متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير بصحة وسعادة. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي، ويعني يا رب كده يبقى عيد سعيد وكله بركة وخير عليكم يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده 3 مكونات من حلاوة المولد اللي احنا بنحبها جدا: السمسمية والفولية والحمصية. كمان هقول لكم كده على شوية تريكات لازم تخلوا بالكم منها. بس في البداية كده ما تنسوش تصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا كده الحمص طبعا نقيته كويس جدا، الفول السوداني، السمسم هكذا. الفول السوداني اتأكد ان انا فتحت الحباية كده قسمتها 2، وكمان اتأكد ان مفيهاش اللي هي القشرة الحمراء. معايا بيكنج باودر هقولكوا على استخدامها، وكمان الخطوة المهمة اللي بتقدمها لنا. كمان معايا عسل الجلوكوز مهم جدا جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة. اتمنى يكون متوفر عندكم، لو مش متوفر ممكن تستغنوا عنه نهائيا. المكسرات بتاعتنا عايرتها كلها بالأكواب المعيارية دي، يعني كوباية ونص، كوبايتين ونص عفوا من كل نوع مكسرات. في البداية كده هنجيب حلة وهبدأ أنزل فيها بكوباية إلا ربع من السكر. المقادير دي ثابتة معايا في كل المكسرات، يعني ما عدا يعني كام نوع كده هقولكوا عليهم واحنا شغالين. هنزل بكوباية إلا ربع من السكر في الحلة بالشكل دوت، وكمان هنزل عليها بربع كوباية من المية. احاول اخليها في جوانب الحلة علشان السكر ما يتحرقش معايا بسرعة. كمان هحط معلقتين كبار من عسل الجلوكوز بالشكل ده. طبعا لو مش متوفر عسل جلوكوز استغني عنه تماما، يعني ابعدي الخطوة دي نهائيا. كمان عشان الطعم يبقى زي بتاع بره بالظبط هحط معلقة كبيرة من ماء الورد، ممكن تستبدليه بماء زهر عادي. وكمان ممكن تحطي فانيليا سائلة، بس طبعا هي الطعم الأساسي بتاعها ماء ورد. هاخد الكلام ده كله وأحطه على النار، وتعالوا معايا. حطيتها كده على النار، اهدى عين عندي على البوتاجاز، وهبدأ كده اديها تقليبة بسيطة بالشكل دوت من النص كده في بقلب يعني بانتظام، وبخلي بالي ما يطلعش حبيبات سكر على جوانب الحلة عشان ما يسكرش معايا ويقلب سكر في الاخر. معاه كده لحد ما غلى بالشكل دوت وبدأ يعمل لي كده فوران او ريم لونه ابيض بالشكل ده. هو كده معايا بعد مرور 3 دقايق بالظبط على النار. معايا كده كوباية حطيت فيها شوية مية متلجين ساقعين جدا، وعشان اختبر السكر بتاعنا او الشربات اللي احنا عملناه بحطه في المية المتلجة وابدأ اختبره بايدي، وهقولك ازاي تعرفيه. يعني انا دي حطيتها كده بالشكل دوت، هبدأ اخدها في ايدي حسيتها طرية مش بتتكسر، يبقى لسه بدري معايا، يعني لسه ممكن اسيبه دقيقة او دقيقة ونص على النار. بصوا انا هلفها ازاي قدامكم، ده يدل ان هي لسه عايزة شوية. بلفها بالشكل دوت وبتتلف معايا بسهولة، يبقى كده لسه شوية. بعد مرور دقيقة باخدها كده وبحطها تاني. عايزة اقولكوا لما بتبقى خلاص استوت او نجحت معاكوا بتبدأ وانتي بتحطيها في المية تطرقع، يعني بتعمل صوت كده كأنها بتتكسر.
بس طبعا عشان تتأكدي بتحطيها في ايدك بالشكل دوت. بصوا بتتكسر معايا بكل سهولة ازاي. كده اتكسرت، يبقى انا خلاص هبدأ اشوف الخطوات اللي بعد كده. قلتلكوا في البداية ان انا هحط بيكنج باودر، وده وقته هحطه دلوقتي. هحط حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر على الخليط بتاعي. فايدتها ان هي بتخلي القوام بتاعي كده مقرمش، مش ناشف يوجع سنان، لا بيخليه كده هش، وكمان بيبقى مديله قرمشة لذيذة جدا. طبعا هاخد الحمص، حمصته، اديته تحميرة على النار، عفوا مش تحميرة يعني سخنته بس خرجت الرطوبة. بعد كده حطيته على السكر بتاعي وببدأ اقلبه بسرعة بالشكل ده. عايزة اقول لكم التصوير كان يعني مزهقني جدا، اعتقد هيبان معاكم في الفيديو، فمش هروح على البوتاجاز تاني، هكمل كل الحاجة بتاعتي يعني بعيد عن البوتاجاز علشان بينشف بسرعة. انا بديله تقليبة كده بكون اصلا طفيت النار، وباخده على طول معايا على صينية، حط عليها كيس نايلون او كيس تلاجة ودهناه دهنة من الزيت، وببدأ افرد عليه الحمص بتاعي. خلوا بالكم يا جماعة لانه بيبقى سخن جدا، وانتوا بتشتغلوا كده قولوا اللهم اجرنا من نار جهنم. هبدأ دلوقتي اخده وافرده بايدي كده، بس خلي بالك لو انتي يعني مش هتستحملي الحرارة ممكن تحطي فوطة نظيفة او قماشة يعني تكون سميكة شوية بحيث تضغطي عليها. طبعا بتحطي الكيس وبعد كده بتحطي القماشة وبتبداي تضغطي لحد ما تتأكدي ان هي اتفردت كويس، لانك لو سبتيها لما تبرد هتكون نشفت تماما ومش تعرفي تتحكمي فيها. فانا كده خلاص بططتها بالشكل دوت، وبدأت افردها بالنشابة. اي حاجة عندك ممكن تفردي بيها بالشكل دوت بحيث الشكل يبقى متساوي كويس. اسفة جدا لشكل الاضاءة لاني كنت بعمل على البوتاجاز ورجعت فملحقتش اظبط، لانها لازم تتعمل وهي سخنة جدا، اي تأخير ممكن يعني تنشف وما اقدرش اتحكم فيها بعد كده. هجيب سكينة وابدأ ادهنها كده دهنة من الزيت علشان اقطع بيها وما تلزقش في الحلو اللي معايا. هبدأ اعلم الاول وبعد كده هاخدها يعني اقطعها، ويا ريت تكون السكينة يعني حامية شوية او سكينة مشرشرة علشان تقطع معاكي بسهولة. انا ببدأ اعلم كده الاول وبعد كده مش بضغط، لا بديها بس كأني بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده ببدأ يعني افتحهم من بعض بالشكل ده. كده بعد ما قطعتها وبقت معايا بالشكل ده، عايزة اقولكوا طعمها وريحتها حلوين جدا، يعني ريحة حلاوة المولد النبي يعني جميلة جدا بجد، يعني ريحتها كده بتحسسك بأجواء حلوة جدا. كده خلاص خلصتها، خلصنا أول طبق معانا، وعايزة أوريكوا بس شكلها من قريب. شوفوا شكلها كل حاجة متناسقة، السكر كمية السكر وكمان كمية الحمص كلهم متناسقين مع بعض جدا، وشوفوا شكلها عاملة ازاي. اللهم بارك، اتمنى تجربيها، بس طبعا هتعمليها كده محبة، وكمان لو عندك الحاجات دي ممكن تعمليها كده ايه يعني تفاريح. والله يا جماعة ممكن ناس كتير تعمل مشروع ناجح من حلاوة المولد النبي دي، وتبقى يعني حلوة جدا معاها، ممكن تعملها كمشروع مربح ليها وربنا يوفقهم.
معايا تاني حاجة هجهزها وهي السمسم. طبعا السمسم متحمص، فأنا دلوقتي هبدأ بنفس المقادير، بس زي ما قلتلكوا سامحوني مش هقدر اخد الكاميرا على البوتاجاز تاني، لأن التصوير بيبقى صعب جدا ان انا ألحق يعني اظبط الكاميرا، فالحاجة بتنشف مني، فاعذروني في الحتة دي. هبدأ امشي بنفس الخطوات اللي عملتها في الحمصية بالظبط، يعني مش هغير اي حاجة. حطيت كوباية الا ربع من السكر، كمان عليهم ربع كوباية من المية، وكمان معلقة من احط ايه الاول، معلقة من ماء الورد، وكمان معلقتين من عسل الجلوكوز. كل دوت هاخده واحطه على النار زي ما وريتكم بالظبط. لو اول مرة بتشوفي قناة شيف اسماء حليم، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. ويا رب محتوايا يكون يعجبكم بإذن الله، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم بيا. جبت طبعا الصاج زي ما انتوا شايفين، في الوقت اللي فيه السكر على النار ببدأ أدي كده دهنة بسيطة، بحط كيس نايلون أو كيس تلاجة، وببدأ أدي دهنة بسيطة بالشكل دوت من الزيت، علشان طبعا ما يلزقش معايا. وكمان الحمص عفوا السمسم من الحاجات اللي لو ما اتدهنتش كويس ممكن تلزق معاكي بكل سهولة، يعني مفيش أي مشكلة عنده. هحط السمسم كده في الطاسة وهبدأ أحطه على النار وأديله تقليبة بالشكل دوت. أنا عايزاه يسخن بس، يعني يخرج الرطوبة، وكمان طعمه الحلو يبدأ يظهر معايا. بعد ما جهز معايا ببدأ أخده كده على كيس النايلون وببدأ أفرده بالشكل دوت. عايزاكم بس يا جماعة تخلوا بالكم من إيديكم. يعني أنا بعد ما خلصت وكنت لابسة جلافز، بعد ما خلصت لقيت ايدي حمرة جدا جدا، وكمان عملت كده يعني بقليلة صغننة. بس في نفس الوقت اللي كنت شغالة فيه ما كنتش حاسة بأي حاجة، لأن كانت ايدي سخنة جدا. فيعني أتمنى تخلوا بالكم وتحرصوا جدا جدا. ببدأ أسويها الأول بإيدي بالشكل دوت، بعد كده ببدأ أفردها بالنشابة أو بأي حاجة معاكي، وبشيل الكيس بالراحة جدا لأنها لسه طرية شوية. بعد كده ببدأ أقطعها بالسكينة تكون مدهونة دهنة من الزيت. نفس الخطوات اللي عملناها بنكررها تاني. بس في حاجة مهمة جدا جدا هلفت نظركم ليها بس مع الفول. وبكده خلصنا بقى السمسمية بنفس الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. عايزة اقول لكم طعمها جبار، وكمان قرمشتها هايلة جدا. شوفولي شكلها، وكمان السمك بتاعها عاجبني جدا جدا. ممكن بقى تتحكمي فيه، عايزاها اتخن شوية، عايزاها ارفع شوية، انتي ومزاجك بقى. بتتكسر معايا بكل سهولة بالشكل ده. يلا بينا نشوف الفيديو اللي بعده. اخر حاجة معايا وهي الفول، مشيت بنفس التكنيك بالظبط، بس الحاجة المهمة اللي كنت عايزة اقولكوا عليها ان انا بقلل السكر شوية. يعني بدل كوباية الا ربع من السكر، لا بحط نص كوباية من السكر عليها، يعني حوالي معلقتين كبار من المية. يعني حاولوا تخلوا بالكم من التكنيك دوت. ليه بقلل السكر في الفول السوداني؟ لان الفول السوداني اصلا مش بيحتاج كمية يعني سكر كتير، لانه بيبقى قطعة كبيرة فبتلزق على طول، يعني اللي هو مش بتحتاج كمية كبيرة. فانا دلوقتي عملت التكنيك دوت، نص كوباية من السكر عليهم معلقتين كبار من المية،
يعني من 2 ل3 معالق كبار. طبعا معلقة ماء الورد زي ما هي، 2 عسل الجلوكوز زي ما هما، وببدأ أحطهم على النار. بنزل بعد ما بيغلوا وبيفوروا بنص معلقة البيكنج باودر. طبعا هي أساسها ممكن تحطي بيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم، وبتبدأي تعمليها. مش متوفر عندك حطي بيكنج باودر زي ما أنا عملت. ببدأ دلوقتي أقطعها بالشكل دوت. عايزة أقولك بقى مش الفول السوداني بس اللي بتمشي بنفس التكنيك، لأ، طبعا لو عندك فستقية، بندقية، عايزة تعمليهم بتعمليه بنفس التكنيك بالظبط، يعني بتقللي كمية السكر زي ما أنا قلتلك. وبعد كده ببدأ أقطعها بالشكل دوت. طبعا سهل جدا في التقطيع طالما قطعناه وهو سخن. وخلي بالك مش بقطعه وهو سخن جدا، يعني بسيبه كده حوالي نص دقيقة بس، يدوبك أعرف أقطعه بحيث السكر أو العسل يعني ما يبدأش يعمل معايا كده شراشيب أو شعر كده في الجناب. وكده نكون خلصنا بقى الحلو بتاعنا، وإن شاء الله هنزل لكم فيديو عن القشطة بإذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا. عايزة أقول لكم طعمها حلو قوي. بالنسبة للمكسرات اللي عملناها عشان نفرح أولادنا، والحاجة كانت موجودة عندنا، لكن لو هنشتريها من بره مع الحصان كده والعروسة هيحسوا ببهجة أحلى بكتير وهيفرحوا جدا. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، وأتمنى ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو، وشكرا ليكم يا أحلى ناس، وسلام.